اهلا بكم معايا في قناة نوجا الكروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض الشنطة الجميلة دي، شنطة ترند اليومين دول. تقدري تنفذيها كده لأي سن انت عايزاه على حسب المربعات. لو عايزة المقاس اكبر من كده بشوية بتكبري المربعات، فكل ما بتكبر المربعات الشنطة بتكبر، يعني المقاس بتاع المربع نفسه يكبر شوية. تمام. انا هنا بعملها المقاس حضانة. انت تقدري تعمليها لأي سن انت عايزاه زي ما احنا قلنا. هستخدم النهاردة خيط صوف. انت تقدري تنفذيها بخيط المكرمية زي ما انت حابة. بس من فضلكم اللي اول مرة بيشوف القناة بتاعتي يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم، مستنية اللايك الجميل بتاعكم والشير لكل اصحابكم. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل الشنطة الجميلة ازاي النهاردة مع بعض. يلا بينا. هنبتدي وهنعمل الوحدة دي، فهنعملها ازاي؟ تستخدمي اي لون انت حباه، وممكن تخلي الجزء ده باللون الاصفر مثلا، يعني تغيري الشكل اللي انت عايزاه. انا هعملها بالشكل ده وبالطريقة دي، انت ليكي حرية الاختيار. اول حاجة هنعمل الدايرة السحرية. هنعمل 1 2 3 4 سلسلة. تمام. هننزل وهنعمل عمود بلف. تمام. بعد كده هناخد سلسلة، هننزل تاني جوه الدايرة وهنعمل عمود بلف. بعد كده هناخد سلسلة، هننزل تاني جوه الدايرة ونعمل عمود بلف. هناخد سلسلة، ننزل تاني جوه الدايرة نعمل عمود بلف. هنمشي بالطريقة دي لغاية ما يبقى العواميد دول عددهم 12 عمود. هكمل ال 12 عمود وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده اهو، عملنا ال 12 عمود اهو. هنيجي بعد ما عملنا العمود الاخراني هناخد غرزة وهندخل كده في تالت سلسلة اهي، هنعمل منزلقة. تمام. هناخد غرزة كده وهنطلع وهنقصها. تمام اهو بالشكل ده كده. كده خلصنا الدايرة. هندخل بقى هنا في اي جزء. شايفين هندخل فين؟ في الفراغات اللي هي جوه، الفراغات اللي بين العواميد، مش تحت او مش في الغرزة دي. هندخل في الفراغات دي اهي. هنجيب كده الابرة وهندخل وهنجيب اللون الابيض ونبتدي نعمل البتلات بتاعة الورد اهو. هنعمل 1 2 3، وفي نفس المكان هننزل هنعمل عمود بلفة، هننزل تاني وهنعمل عمود بلفة. تمام. تالت هننزل ونعمل عمود بلفة، يبقى كده 4 عواميد بلفة. ادي الخامس. جه هنا في اول عمود في العواميد مش في السلاسل، وهندخل وهنشد دي كده، هنقفل عليها بغرزة، بعد كده نعمل سلسلتين. تمام. دي اول بتلة. هناخد لفة على الابرة وهننزل في تاني فراغ اهو. هناخد طبعا الخيط الابيض معانا وهنعمل 5 او سوري هنعمل 4 عمود بلف. لو انتوا بتستخدموا خيط ارفع هتعملوا 5 عمود بلف. تمام. انما انا هعمل هنا عشان الخيط تخين هعمل 4 عمود بلف اهو. زي ما احنا شايفين 1 2 3 4. هندخل اهي في اول غرزة وهنمسك دي كده اهي وهنشدها
هنقفل عليها بجرزة وبعد كده نعمل جرزتين. تمام. بعد كده هندخل في الفراغ اللي وراه وهنعمل برضو 4 عمود بلف. 2 3 4. تمام اهو كده. وهنيجي عند اول غرزة كده وهنسحب الخيط ده وهنقفل عليها بغرزة ونعمل 2 سلسلة. هندخل في الفراغ اللي وراه برضو هنعمل 4 عمود بلفة. تمام. 3 4 اهو. وندخل هنا ونسحب الخيط ده اهو، نقفل عليها بغرزة ونعمل غرزتين. هنستمر بقى كده لغاية ما نخلص ال12 بتلة وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده اهو، بعد ما خلصنا ال12 بتلة هنقفل فين؟ شايفين الغرزة اللي متجمعة فيها دي اهي، هنعمل منزلقة. تمام. ناخد غرزة وهنطلع بالخيط ونقطع ونقطع. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي نعمل ايه بقى؟ هندخل في اي جزء، شايفين السلاسل، هندخل في اي سلسلة ونبتدي بقى نعمل المربع بتاع الوحدة اهو. هندخل هنعمل ايه؟ 1 2 3. تمام اهو. ناخد الخيط ده معانا وهندخل تاني جوه وهنعمل عمودين بلف. 1 2. تمام اهو. سلاسل الارتفاع وبعد كده غرزتين بلف، عمودين بلف. هناخد 2 سلسلة في نفس المكان، هننزل وهنعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. ده اول كورنر للمربع. بعد كده هندخل في السلاسل اللي وراها وهنعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. تمام. بعد كده هندخل في السلاسل اللي وراها وهنعمل برضو 3 عمود بلف. 1 2 3 اهو. يبقى اول حاجة عملنا الكورنر، بعد كده 3 سلسلة وبعد كده 3 سلسلة. بعد كده هنا هنكرر الكورنر تاني اهو. 3 عمود بلفة. بعد كده هنعمل 2 سلسلة في نفس المكان، هننزل نعمل 3 عمود بلفة تاني. 1 2 3. ودي تاني زاوية للمربع. هنتنقل على طول للسلاسل اللي وراها وهنعمل 3 عمود بلف. والسلاسل اللي وراها هندخل هنعمل 3 عمود بلف. بالشكل ده. بعد كده هنعمل الكورنر التالت اهو. 3 عمود بلفة. 1 2 3. بعد كده هنعمل 2 سلسلة وفي نفس المكان هنعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. تمام اهو بالشكل ده. هنتنقل للسلاسل اللي وراها وهنعمل 3 عمود بلف.
1 2 3. بعد كده هنتنقل للسلاسل اللي وراها وهنعمل 3 عمود بلف. 2 3. بعد كده هنعمل اخر كورنر 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود بلفة. بالشكل ده كده. هنعمل 3 سلسلة 3 سوري عمود في الفراغ اللي وراها. 1 2 3. في السلسلة اللي وراها دي هنعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. بالشكل ده كده. هنقفل فين؟ هنقفل 1 2 في تالت سلسلة من السلاسل اللي عملناها. عشان ننتقل بقى للجزء اللي في النص ده هنعمل ايه؟ هندخل كده في الجرزة اللي وراها وهنعمل منزلقة، وفي الفراغ هندخل وهنعمل منزلقة، ونعمل 1 2 3. في نفس المكان هنعمل 2 عمود بلفة. ده هيتكرر كل دور. سلسلتين، بعد كده 3 عمود بلفة في نفس المكان. 2 3. تمام. هيقابلنا ايه بقى؟ شايفين الفراغات دي اهي، دي اللي بنشتغل عليها، اللي هي بين الثلاث سلاسل والتانية. هندخل في اول فراغ وهنعمل 3 عمود بلف. 2 3. تمام. الفراغ اللي وراه هندخل وهنعمل 3 عمود بلف. الفراغ اللي وراها اللي قبل الصدفة اللي هنا دي او الكورنر هنعمل 3 عمود بلف. تمام. هنيجي بقى جوه الكورنر وهنعمل صدفة برضو اللي هي 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود بلفة اهو، سلسلتين، 3 عمود بلفة. 1 2 3. ودي طريقة تكبير المربع لو احنا عايزينه لأي مقاس اهو. هندخل في الفراغ اللي وراه هنعمل 3 عمود بلف. تمام. في الفراغ اللي وراه 3 عمود بلف. الفراغ اللي وراه 3 عمود بلف. بعد كده هيقابلنا الكورنر هنعمل جواه صدفة 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود بلف. وهنكرر بنفس الطريقة كده اهو لغاية ما نوصل عند الجزء ده. زي ما احنا شايفين كده خلصنا الوحدة. هنبتدي بقى ننضف الخيوط.
زي ما احنا شايفين كده جهزنا 14 من الوحدة دي اهي. هيبقوا 4 من الوش و4 من الظهر و4 في الجناب، 2 هنا و2 هنا، وكمان هيبقى 2 عند القاعدة تحت. تمام، مجموعهم 14 واحدة. المفروض ان احنا هنشبك 4 قطع امامي وخلفي. تمام، فانت لو عايزه تشبكيهم بابره التنظيف مفيش مشكله، عايزه تشبكيهم بغرز الحشو مفيش مشكله. انا هشبكهم بابره التنظيف. هناخد 2 2 اهو، مثلا هناخد الاتنين دول كده. عايزه تشبكيهم زي ما انا هعمل كده اوكي، عايزه تشبكيهم بالطول مفيش مشكله. بعد كده هنشبك برضو بالجناب دي كده بنفس الطريقه كده اهو. تمام كده وكده لغايه ما نوصل لغايه الاخر بنفس الطريقه. هشبكها وهرجع لكم. كده احنا شبكنا اول جزء، هنشبك الجزء التاني بتاع الظهر بنفس الطريقه وارجع لكم تاني. كده احنا خلصنا الوش والظهر. هنبتدي بقى الستة الباقيين بتوعنا هنشبكهم ورا بعض كده 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 ورا بعض. تمام، دي لوحدها دي لوحدها دي لوحدها كده. هشبك الستة اللي ورا بعض دول وهرجع لكم تاني عشان وقت الفيديو بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين كده خلصنا التشبيك. هنيجي هنا كده اهو، وهنشبك دي هنا وهنا. تمام، هنلف كده بالوحدات كده. تمام، نفس طريقة التشبيك بس هنبدأها من فوق من هنا. تمام، هخلص وهرجع لكم. زي ما احنا شايفين كده اهو، قفلنا الشنطة كلها اهو. ده شكلها من جوه اهو. هنبتدي بقى نعمل غرز حشو. هنيجي هنا من نص الجزء ده كده اللي في الجنب وهنعمل غرز حشو اهو. هنسحب الخيط اهو، غرزة غرزة تانية. في كل غرزة هتقابلنا هنعمل غرزة حشو على الشنطة كلها.
اهو كده. والجزء ده كده اللي هو نازل شوية عن بقية الشنطة هنعمل فيه غرز نص عمود اهو. اللي هو عند الركنة او الاركان او الزاوية بتاعة الشنطة. تمام اهي. غرز نص عمود، غرزتين. هنرجع بقى نشتغل حشو اهو على كل الشنطة وعادي اهو. وهنكمل بنفس الطريقة دي لنهاية الشنطة. دلوقتي كده بعد ما خلصنا انا عملت 3 ادوار غرزة حشو اهو زي ما احنا شايفين كده اهي. هتبقى كده من هنا اهي، وهتبقى كده من هنا. تمام. هنعمل بقى القلاب ازاي؟ نفس الطريقة اللي عملنا بيها المربع ده، وهنزود ادوار. انا عملت لون مختلف عن لون الشنطة اهو. تمام. لو انت عايزة تعملي نفس اللون مفيش مشكلة، بس انا حبيت اغير فيها. عملت كام دور؟ هتعملي ادوار على حسب الجزء ده كده، شايفاه؟ ده الجزء اللي هيبقى في الظهر. تمام. فانا عملت كام دور؟ عملت 1 2 3 4 5 6. تمام. نفس الطريقة اهي، تبقى بالشكل ده كده كده. هنشبكها بقى ازاي؟ هنجيب كده الخيط وهنجيب ابرة التنظيف هنخيطها ازاي؟ هنجيب كده الشنطة، نحدد الجزء ده كده اهو. تمام. وهنجيب الظهر اهو على الظهر كده عشان هيرجع لقدام كده. تمام. هنجيبه هنا كده في الحتة دي، وهنبتدي نخيط زي ما خيطنا اهو. زي ما احنا شايفين كده اهو، شبكناها كده. باقي ايه عندنا؟ باقي عندنا الحبل اللي هيتعمل من هنا كده والايد بتاعه الشنطة. تمام. هنعمل الحبل ازاي؟ هنعمل غرزة سلسلة عادية بالحجم اللي احنا عاوزينه. زي ما انتوا شايفين كده عملت السلسلة دي وسبت الطرف ده كده لسه في الإبرة أو في الخيط عشان لو احتجت أقصر أو أزود. تمام. هنجيب دي كده أهو.
باقي ايه عندنا بقى دلوقتي؟ باقي ان احنا نعمل الظهر او الايدين. هنعمل الحزام ازاي؟ هتعمليه باي لون من الاتنين، الابيض او الاحمر. هنعمل 1 2 3 4. لو انت عايزاه عريض او مش عريض اهو. وهننزل في تاني غرزة هنعمل حشو، وهنمشي كده بقى. هنعمل ادوار بالطول اللي احنا عاوزين زي ما احنا شايفين كده اهو. هنفترض ان ده الحزام، هنجيبه كده اهو، تمام. وهنجيب الطول اللي احنا عاوزينه لغاية هنا كده، وهنخيط هنا وهنخيط هنا وهنخيط الجزء ده، تمام. يا رب يكون الفكرة بتاعت الشنطة النهاردة عجبتكم. ولو عجبتك الفكرة النهاردة ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس وتدوسي على علامة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. لو عجبتك الشنطة النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وشير لكل اصحابك. باي باي.